لما تشوف أرض صحراوية قاحلة تقول هاي ما ينبت بيها أي شيء. ممكن هذا الحكي من زمان، بس اليوم صار أكو هواية طرق للزرع بالصحراء، وصرنا نشوف بيوت زجاجية لنباتات مختلف أنواعها، أو حتى أنواع معينة من الأشجار مزروعة بأرض الصحراء. بس بالتأكيد كل هاي النباتات يرادلها شنو؟ مي. زين، شنو رأيكم لو قلت لكم أكو ناشط بيئي عراقي قدر يبتكر طريقة مميزة جدا لزراعة الصحراء وتخضير الأرض الميتة في محافظة ميسان عن طريق ما يسميه الزراعة العميقة، اللي بيها يحفرون الأرض ويخلون جذور النبتة تعتمد على رطوبة الأرض والمياه الجوفية. من محافظة ميسان ينضم لنا الناشط البيئي أحمد صالح نعمة. أهلا وسهلا بك في برنامج سر مرة. أهلا ومرحبا ميس، شكرا جزيلا على الاستضافة. مرحبا. قبل ما تشرح لنا آلية الزراعة العميقة بتفاصيلها اللي هي ابتكار جدا رائع، أريد أعرف ليش قررت أن تستزرع أراضي منطقة الطيب في ميسان؟ شكرا جزيلا. وأنا قبل لا أشرح هذه الطريقة أحب أقول لك، تعرفين ميسان؟ ميسان مدينة الحب والجمال. هذه ميسان أحبها لأنه باسمي. جميلة. هي بيها من حروف اسمك كثير. ميسان تضم كل تضاريس العراق، يعني بيها جبل، بيها تلال، بيها صحراء مثل صحراء الرمادي، بيها بادية، بيها بساتين، بيها أهوار كبيرة جدا مثل البحر لأنه ما إلها نهاية. زي ممكن تشرح لنا ببساطة وبتفصيل آلية الزراعة العميقة وشون تختلف عن باقي طرق استزراع الصحراء؟ باختصار هي يعني الابتكار هو هنا يكون انه انت تزرع الصحراء بدون ماء، وهي كانت عن طريق الصدفه انه احنا كنا في منطقه الطيب، المنطقه الشرقيه للمحافظه ميسان قريبه على الحدود الايرانيه، وكان اكو حفار يحفر بالشهر السابع او الثامن، منطقه حاره جدا صيف، يعني تمثل لنا باب من ابواب جهنم كأننا في هذا المكان. ونزلنا بالحفره مالته من بعد ما ذهب الحفار نقتني بعض الحصى. كانت المفاجاه انه المنطقه بارده جوا ورطوبه موجوده، فهنا أنا كنت انظر الى بدايه التربه فوق في الاعلى، كنت اشوف بعض الجذور واقول سبحان الله، لو كانت هذه الجذور وصلت الى هذه المياه، عفوا لهذه الرطوبه بالاسفل، لما كانت ماتت يعني مطلقا. فبالتالي اجت الفكره انه كيف ممكن اجيب الجذور اوصلها الى هذا المكان المنخفض. يعني تدريجيا الفكره انه اذا نزرع نبته اوكي لازم نوفر لها مي، اذا نزرعها بعمق الاتربه راح توقع عليها وتدفنها وتموت. من هنا اجت الفكره انه احنا ليش نزرع شجره قصيره؟ يعني ليش ما نتغلب بدل ان شجره قصيره ونبقى نسقيها ولا ان توصل فد 10 سنوات يلا تمتد جذورها الى اسفل وهي تعتمد على نفسها؟ لا، ليش ما احنا اصلا نشتريها من مشتل بطول 3 امتار مثلا، نزرعها بعمق مترين، فراح نوصل الجذر مالتها بالسندانه الى المترين، وبالتالي يبقى متر للتمثيل الضوئي فوق الارض. اليوم العراق يواجه جفاف بشكل جدا كبير، اكو طرق ثانية نقدر نكافح بها التصحر وقلة المي بسبب هذه الحر؟ هذه الفكرة هي راح تكون النواة للتجمع البيولوجي، يعني من تكون موجودة شجرة ان وجدت بكتيريات، من وجدت بكتيريات ان وجدت بعض الحشرات، من وجدت حشرات تاكلها الطيور، بعض الحيوانات تاكل الطيور، بعض الزواحف يكون تواجدها لاغراض التظليل والبروده. بالتالي احنا خلقنا بؤره او مستعمره او نواه بيولوجيه، هذه النواه البيولوجيه هي اللي راح تكون محيط خضري افقي، واحنا لازم نزرع شهر 11، عندنا 11 12 1 2 3 رابع منتصف الرابع، عندنا 7 اشهر ونصف او 6 اشهر ونصف. هذا ال6 اشهر ونصف هي خريفيه ثم شتويه ثم ربيعيه ثم ما بعد الربيع. تكون 7 اشهر النبته نزلت جذورها، تعرفت على البكتيريات الموجوده بالتربه، انتجت الانتيبيوتيك مالتها، جمعت ماده اليخضر والكلوروفين، كانت قويه ومستعده لمواجهه الصيف الحار. شيء يعني صراحة الله يبرد على العراق، وشيء جدا رائع، لأن هذا راح يعني يسوي فرق جدا كبير للناس، للدولة، للمستقبل إن شاء الله يا رب. يعني أنا متحمسة أني أشوف كل هذه الأشجار تكون مخلصة، وهذه التقنية يمكن أنه أصلا تغير مو فقط من العراق، وتغير بعد واقع عدد كبير من البلدان اللي تعاني أراضيها من التصحر. فايش قد مهم بالنسبة لك تصدر هاي الطريقة للخارج؟ احنا فقط
محتاج أن نؤمن بنفسنا أنه إحنا قادرين وعندنا أفكار، ومن الممكن الأفكار تغير ليس محافظتنا ولا طبيعة بلدنا، ممكن أن تستنسخ إلى صحراوات أو بوادي موجودة بالعالم. نحن لا نستهدف زراعة الصحراء بمعنى الصحراء، لأن الصحراء كنظام جيولوجي أو طوبغرافي لازم يبقى، يعني لازم هو يبقى كصحراء، ولكن البوادي اللي الكبيرة جدا القريبة إلى الصحراء نزرعها كي توفر هذه الرطوبة وتوفر النظام الحشري وتوفر الغطاء النباتي الأفقي. بالتالي كل هذا التبخير من الرطوبة سيوفر نوع من الطراوة للجو، بالتالي يعني تسوي تثبيت للتربة، تثبيت لزحف الرمال. كل هذا احنا محتاجين فقط أن نؤمن بأنفسنا، فقط أن نؤمن بأنفسنا. أكيد طبعا، يعني الواحد غير أنه يؤمن بنفسه، حتى الجيل الجديد لازم همنا يدعم البيئة، يدعم هذه النشاطات اللي يعني جدا مهمة. ممكن نسبة من الناس أو نسبة من الجيل هذا ما ينتبه هواية على هذه الأشياء، ولكن هي هذه النشاطات اللي تغير من المستقبل، تغير من البيئة، تغير من الراحة، وأهم شيء تبرد على قلوب الناس وتخلي المناطق جدا جميلة. من محافظة ميسان أريد أشكرك أحمد صالح نعمة على كل الجهد اللي تسويه وابتكاراتك الأكثر من رائعة، والله يوفقك، وإن شاء الله يظلون يدعموك وتخلي العراق كلها قد ما هي خضرة تكون خضرة أكثر وأبرد أكثر. شكرا جزيلا ميس، شكرا لقناتكم، وإن شاء الله تكون ميسان هي بادرة الإشعاع من الناحية البيئية. شكرا جزيلا لكم. شكرا لك.